رقاصه لفحت الفلوس وكل يوم تقول لي عايزه فلوس والرقاصه التوب العالم كله وهي ما تتوبش. على راي المثل قال لك يموت الزمار وصوابعها تلعب. انا موضوع سما المصري والله ما كنت عايز نتكلم فيه. البنت دي قالت انا تبت وعاوزه شغل بالحلال، انا هديها 50,000 جنيه على اساس ان دي تيجي تشتغل معانا وان انا اعينها على توبتها. الموضوع ما شاء الله طب وكل الناس شافته. تمام يا اخوانا، بنحس ما لقيت سما المصري بترن عليا، الحاج محمد وشركه العمده والمطعم وتسويق، تمام. طب انت صادق؟ طبعا انت عارفين ان احنا صعايده ومش هنرجع في كلمه. انا قلت لها تمام يا ستي انا صادق. قالت انا ايه نظام شغلي معاك وانا نفسي اشتغل في العقارات وانا نفسي اكلها بالحلال والكلام الحلو ده اللي انا نفسي اسمعه، ان هي يكون تابت بجد وبالحلال. تمام على راسي يا ستي. قالت لي طب ايه نظام الشغل، واشترت اللي عندي كله على اساس انا هتقول لي ايه، طب خلاص انا موافقه اشتغل معاك بس انا مش عايز اظهر ميديا خالص وكده. كده معنى ان هي مش عايزه تظهر ميديا خالص وهتستخبى، انا كده بعينها على الاحترام والادب والكلام زي كده، بس هي هتخسر، انا مش مستفيد حاجه منها. لان انا ما اجيب واحده كفاءه، تمام، ما اجيب واحده كفاءه واديها نص المبلغ ده هستفاد منها اكتر، بس كسما المصري وهستخدمها كتسويق هستفاد اكتر. فانا في دماغي ان هي تابت وخلاص ومش هتكلم خالص، فهتقول لي ايه، انا ست عايز اقعد في حالي وعايزه تعمل لي مكتب مكفول والكلام ده كله، مش عايز اظهر خالص. ده الكلام اللي انا متوقع اسمع. بس اشترت من عندي، قلت طب وانا حاجي فيصل وانا الناس لو شافتني. قلت لها يا ست انت طالما تبت انت وجايه تلبس نقاب وتقعدي في اوضتك محدش يشوفك محدش يتعامل معاكي الا ان كان في عميل جاي يخلص معاكي ديل او حاجه زي كده، تمام. ده انا على سجيتي وعلى نيتي وعلى كلامي ده كله. حس ان اتفاجئت بعد ما اشترت كل اللي عندي. قالت لي بص انا موافقه بال50,000 بس اعمل لك بيها اعلانات. قلت لها طب والحجاب؟ قالت لي لا موجود والدنيا. قلت لها طب تمام هدي لك تمام. قلت ايه شوفها، لقيتها لا لفت معايا يمين ولا شمال وكلنا عيش وملح وجت صورت معايا وزي الفل، تمام. اول ما شافت الترند ضرب هي حقدت، بقت كل شويه انا عايزه فلوس، انا طلعت كتير. قلت لها لا يا ماما من هي وقاعده معايا هنا، انت ما طلعتنيش ترند، انت وقت ما جيتيني انا طلعت ترند بيك بلاكي طلعت ترند. انا وقت ما جتني سما المصري انا عندي 1,800,000 متابع، يعني ما يقرب من 2 بصفحاتي اقفل 3 مليون بصفحاتي كلها. العمده بهاء ما يقرب من 1,000,000 متابع، انت عندك 900,000 متابع بس. وانا اقسم بالله اقسم بالله وقت ما جت عندي ما كنت اعرف صفحتها كام ولا متابعه. الناس بتقول لك انت متابع، انا اقصد متابع موضوع التوبه. انا تمام، هي وقت ما جتني هي عندها 900,000 متابع، قلت لها هتزيدي. المهم هي زادت 200,000 متابع من ساعه ما جت عندي، وحتى حصل تحدي بيني ما بينها والله على ما اقول شهيده وهي عايشه وشايفه، تمام. نزلنا فيديو انا وهي قصاد بعض، حبيت اوريها بتقول لي لا بس يا حاج محمد انت المفروض تزودني فلوس ومش عارف ايه وانا مشهوره. قلت لها لا يا ماما انت معروفه، معروفه للعالم كله ان انت رقاصه، لكن انا على السوشيال ميديا اشهر منك. هي شافت الترند وكل شويه تبعت لي لينك، شوف مين بيتكلم علينا، شوف مين مش عارف ايه، شوف مين. لا انت تبعت لي فلوس يا ست، ايه يا ست انت مش عايزه تاكليها بالحلال، ربنا هيبعت لي رزق. اقسم بالله انا ركبت الترند واكبر شركات مصر جت واتعاقدت معايا والله ما بعت بجنيه ايام سما المصري، اقسم برب العزه ما بعت بجنيه. حتى عند عربي الناس رجعت، والله العظيم اقول لها يا شيخه ما تنجيش، تمام. بقيت تتشال وتدق لازم تبعت لي فلوس. المهم انا ليا شغل عندي. العمده بهاء دخل علينا احنا وبنصور، عايزين نسلمها الفلوس بتاعتها، قال لي بقي 20,000 جنيه. رحت قلت له لا الفلوس شغلها انا هتنزل وانا ضامنها. قال لي دي رقاصه. قلت له يا عم انا ضامنها والست تعبت ومش عارف ايه، وهي تشهد على الكلام ده على اساس انا على نيتي الست تعبت وهتاخد. المهم خدت الفلوس ونزلنا الشغل بتاعنا. في باقي شغل هي ما نزلتهوش وفاكره ان هي الترند بتاعها يضرب، بقت تنزل فيديوهات لناس منافسين الفيديوهات بتاعتها ما جايباش حاجه. هي راحت عملت اعلانات لناس تاني منافسين بالترند بتاعي، دي حاجه تضايقني. بس انا سبتها وقلت خليها تدوق قرش الحلال، لان لو ما ضاقتش قرش الحلال هتقلع الحجاب تاني يوم.
تمام، انا مش هتهمها، انا مش هتهمها، مع ان النيه ما فيش نيه. يعني بصوا، ما اتكلمتش عليكي. لو حد سالني عن تقييمي لسما المصري وهل هي تابت ولا ما تابتش، انا اقول لك هي تابت ولا ما تابتش، واقول لك تقييمي ايه. بس ان انا اتهمها على العلن حرام، وانا ما اعملش الحرام. انا ما اعملش الحرام، مع اني ممكن اقول تقييمي عليك، وممكن اقول تبتي ولا ما تبتيش، وممكن اقول اللي انا شفته منك ايه. بس زي ما قلنا، الموت الزمار وصوابع تلعب.